نخش بقى واحده واحده كده على المواضيع اللي تهم الجمهور. رسائل بالجمله، حاجات انا عارفها انت برضه هترد عليها عشان الجمهور يسمعها منك. حاجات كتيره. حاجات كتيره جدا. عقود احتراف الدوري السعودي موجود ولا قفلت الباب؟ لا خالص. هو لو في احتراف في يعني في انديه بتتكلم، بس كله في الاول وفي الاخر كله كلام، ما فيش حاجه جديه لغايه دلوقتي. بس انا بطلع واقول على طول، الناس الجمهور كله عارف انا عمري ما هطلع الا من طريق اداره النادي الاهلي. لو في عرض او في اي حاجه بيروح للنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو اللي بيقرر اخرج او ما اخرجش. انا موجود، ولغايه دلوقتي انا موجود في النادي الاهلي. لكن انت فاتح الباب، يعني لو في عروض تسمع؟ لا انا على طول نفس كلامي ما بغيروش. انا طول ما انا موجود في اداره، الفاكس او العرض بيجي لي بيروح للنادي، هو النادي اللي بيقرر، وفي اداره. وانت عقدك فاضل فيه قد ايه في الاخر؟ انا خلاص يعني 6 شهور، فاضل لي سنه يعني. تمضي في يناير ده؟ طب ولحد دلوقتي الاهلي ما فتحكش في الموضوع؟ لغايه دلوقتي لا. انا يعني من اول السنه اللي فاتت قعدنا مره او مرتين في الموضوع بتاع التجديد بتاعي، بس لغايه دلوقتي لسه ما حصلش حاجه يعني. هل ما قعدت في اختلاف في امور معينه ولا الامور؟ لا خالص، ما فيش اي امور اختلاف ولا خالص. انا بالنسبه لي النادي الاهلي هو بيتي، وفي الاول وفي الاخر هو ما بيجي يقعدوا معايا، المسؤولين بيجوا يقعدوا معايا ويتكلموا معايا، في الاول وفي الاخر هم بيرجعوا عندهم. يعني انا شايف ان الفتره اللي فاتت دي في حاجات كتير مهمه، وفي حاجات كتير، ملفات كتير اكيد هم مشغولين. عشان كده انا ما يهمنيش، اهم حاجه مصلحه النادي في الاول وفي الاخر. في الاول وفي الاخر انا موجود يعني. هل ندمت على يعني عدم قبول عرض النصر؟ جه في توقيت وسمعنا ارقام كبيره جدا. انا ندمت؟ لا عمري ما اندم على حاجه جات لي او راحت، لا خالص. هو في عرض جالي من نادي النصر، والعرض وصل للنادي، النادي ساعتها شايف ان انا اكون موجود تمام، ما فيش اي مشكله، كملت عادي. وجالي تاني العرض التاني كان ساعتها في شهر 1، كان عرض 6 شهور، كان قبل ماتش الزمالك اللي احنا كسبناه. كابتن كلمني قال لي نقفل الموضوع نتكلم بعد الماتش. انا قفلت الموضوع، كلمنا بعد الماتش، الموضوع خلاص ما فيش خلاص. انا في الاول وفي الاخر انا من النادي الاهلي وموجود. ممكن اسالك سؤال لجمهور النادي الاهلي؟ اكيد. العروض دي كانت بتجي لك بكام؟ لا بارقام كبيره قوي. اللي هي كام يعني؟ ليا ولا للنادي؟ لا انا بتكلم ليك، انا ماليش علاقه بالنادي. انا عايز اعرف انت يعني عايز اعرف للجمهور انت رفضت ايه، ضحيت بايه، وقعدت في ايه يعني. لا هو ارقام كبيره يعني، لا بتتكلم كتير يعني مش عايز اقول رقم يعني عشان يعني كتير. ده مثلا فوق ال 150 مليون جنيه في السنه بتدرب دلوقتي؟ دلوقتي ممكن فوق ال 150. ده لو انت حضرتك بتتكلم في اول سنه، لو انا كنت رايح بيع وشراء كنت لا اكتر من كده يعني. لو انا مضيت 3 سنين اكتر من كده بكتير طبعا. يعني في الثلاث سنين مثلا تاخد لك 500 مليون مثلا. وانت بتاخد قريب من الحاجات دي؟ بس ساعتها بقى انت كنت بتتكلم بقى، ما اعرفش بقى الدراسه ساعتها كان بكام. انا فاهم. انا قصدي انت هنا بتاخد قريب من الحاجات دي ولا بعيد خالص؟ لا بعيد طبعا. بعيد خالص. بعيد. يعني اقل مثلا من 20% من الرقم ده؟ اقل من 20%. طب انا بحط نفسي انا بحط نفسي. حضرتك بتتكلم في ارقام انا مش حابب اتكلم فيها يعني. في الاول وفي الاخر لا انا مش قصدي كده. انا قصدي ان انا عايز اعرف اللي قاعد قدامي ده يعني ايه العقليه دي، مع كل احترامي ليك يعني. لا ما انا في الاول وفي الاخر النهارده انا كسيد زاهر النهارده جاي لي 500 مليون جنيه. برفضهم وبقعد اخد رقم. انا في النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي. بس اللي انت بتقوله ده اول مره الجمهور هيسمعه. انا عارف ان انت الكابتن خطيب هتخش تمديله على بياض، وعارف علاقتك بالاهلي، وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وعارف حبك عامل ازاي. بس احنا بنتكلم في حاجه. انت بني ادم وانا بني ادم، ارفض 500 مليون والعب عادي واقعد افكر كده؟ احنا بس مش عايزين نتكلم في حته ان هي تبقى 500 مليون عشان الناس بس ما تتخضش قوي بالرقم والكلام ده كله. احنا مش عايزين نتكلم في ارقام. الفكره دي ليك. ايوه ماشي، بس انا برضو ما بحبش. ما انا مش عايز اتكلم في الحته دي خالص، عشان انا ما بحبش اطلع للناس اقول للناس ان انا رفضت كذا كذا. انا ماليش في الحاجات دي خالص يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا في الاول وفي الاخر اتكلمت برضو في قبل كده برضو عملت مداخله وقلت في الاول وفي الاخر انا عمري ما انسى فضل النادي الاهلي عليا. عمري ما انسى ان انا لما كنت قاعد في استراحه الناشئين، وعمري ما انسى الواحد كان بيعدي من سور النادي الاهلي يتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. هو النادي الاهلي اللي خلاني دلوقتي موجود قدام حضرتك، هو اللي جاب لي عربيه، هو اللي جاب لي بيت، هو اللي مخليني دلوقتي اهلي كلهم عايشين كويس ومستورين الحمد لله. انا عمري ما انسى الفضل ده خالص. انا بالنسبه لي بحب الكيان، عشان حضرتك تبقى فاهم يعني. كيان النادي الاهلي ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. انا عمري ما انسى فضل الحاجات دي كلها. لما النادي الاهلي يقول انا محتاجك هكون موجود.
غير كده ما بفكرش. اوكي، ما هو النهارده جالي عرض النهارده بتاع النصر وجالي تاني، اوكي، وجالي دلوقتي عروض، اوكي تمام ماشي. والناس المسؤولين اللي في النادي الاهلي اكيد مقدرين الكلام ده كله، وانا مقدر الكلام ده كله. قلت له انا لسه ما جددتش الفتره دي بالنسبه لي، اوكي. بالنسبه للمسؤولين جايز مشغولين الفتره اللي فاتت ديت، في الاول وفي الاخر هم عارفين الشناوي بيحب النادي ازاي، وعارف ان الشناوي يكون موجود في اي وقت هنقعد معاه، في اي وقت هنجدد، الكلام ده كله موجود. انا بالنسبه لي مش قلقان من الحته دي خالص، ولا قلقان اطلع اقول ان انا لا ازاي ما جد، لا مفيش الكلام ده خالص خالص، ومفيش مشاكل ومفيش اي حاجه خالص. حاله ثانيه. لا مش حته ثانيه. لا دي حاجه ثانيه لا دي حاجه ثانيه بالنسبه لي كنادي الاهلي. ده حب تاني. طبعا يعني بالنسبه لي النادي الاهلي ده كل حاجه بالنسبه لي، كيان ككيان. انا بحبه زي ما بقول لك ايه، بشجع النادي الاهلي، النادي بالنسبه لي يعني هو اهلاوي قوي. طبعا. ومش لازم اطلع اقول الكلام ده للناس، هو الناس لا هو الكلام ده مش لازم اطلع اقوله، هو الكلام ده بيبان. يعني انا مش بتاع اطلع اقول للناس اصل انا بحب النادي الاهلي، لا مش بطلع اقول الكلام ده خالص. هو الكلام ده بيتقال في الملعب، وبيتقال بالتصرفات، بالمواقف، بالحاجات دي. مفيش حد بيقول بس في حته ثانيه. ربنا يخليك كابتن. لا يعني بص، لا خالص والله. انا بحط نفسي مكان البني ادم، وبحط نفسي مكان الجمهور، ولازم الجمهور يبقى عارف انا وانا بحبكم وعملت ايه وبحب ايه. انا بحط نفسي مكان كل واحد. احنا بنلعب البطولات ومسؤولين الاداره يعني واللعيبه وكل يعني المنظومه كلها. احنا بنعمل كل ده عشان خاطر الجمهور. هو في حاجات كتير الجمهور ما يعرفهاش، هو عشان هو مش داخل جوه النادي، هو بيتفرج وبيروح يتفرج علينا وبياخد مواصلات وبياخد الكلام ده كله. على فكره اللعيبه حاسه الكلام ده كله. اللعيبه ما بتيجي مثلا نركب الاتوبيس ورايحين من الاتوبيس رايحين لاي ملعب عشان نخش الماتش، بنشوف الجمهور واقف ازاي، عامل ازاي. احنا بنبقى حاسين بالكلام ده. احنا شايفين الناس دي بتبقى جايه 5-6 ساعات عشان تخش تتفرج على الماتش، وتقعد اعتقد 8-9 ساعات عشان تتفرج على ماتش، جاي تتفرج عليك. اللعيبه حاسه بالكلام ده كله، وانا بالنسبه لي حاسس الكلام ده.